اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونبدأ يوم جديد بالصلاة على النبي. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. ومعايا أكلة، حد عزيز على قلبي طلبها مني. نبدأ. جبت فرخة، بدأت أنضفها وأشيل الزيادات اللي فيها، وبعد ما أغسلها إن شاء الله أبدأ أنقعها بملح وليمون. دي أسهل طريقة للنقع لأي زفارة، لأي فراخ، لأي أجنحة. بس كده، دي الشطفة الأخيرة. بعد ما فصلت الكاميرا غسلتها ورجعت تاني كده، خلاص خلصتها. هرش عليها رشة ملح وزنجبيل وليمونتين كده. كنت بشطفها شطفة كمان. في حد كان باعت لي امبارح بيقول لي الفلفل الملون ان انا شلته في الفريزر، ان هو هيبوظ مش هيطلع يكون فريش. انا بقالي كام سنة بخزنه بالطريقة ديت. بيطلع كويس جدا، بس اهم حاجة يطلع على البوتاجاز على طول، ما يتسابش يتفك. بس فانا حبيت ارد عليها بس. وغسلت الحوض مكان الزفارة، وهفرم بصلتين لتتبيلة الفرخة، ملح وفلفل، وادعك الفرخة بيها بس، واحطها على النار على طول. وبعد كده ازود عليها زر ورد وزعتر وحبهان ولوري، واسيبها شوية. وبعد كده ازود عليها مية سخنة. الفراخ لازم، او اللحمة عموما، لازم مية سخنة، مش مية باردة. ولو في ليمونة صغيرة او لومي اي حاجة تتحط في الشوربة. وبكده خلصت، وحطيت عليها بقى التتبيلة بتاعتها. حطيت لها توابلها، وحطيت عليها المية السخنة. هغطيها واوطي عليها النار. احلى شوربة تاخديها والنار هادية عليها جدا، بتبقى ليها طعم مختلف. وكده بدأت اقشر بصل للتسبيكة معايا، البصل الغالي طبعا. وبعد ما قشرتها لقيت واحدة بايظة، ده طبيعي تترمي او تتنضف، مش هتترمي كلها. كده قشرت بصلتين، هفرمهم للتسبيكة تقطيعة صغيرة، مش فرم ناعم قوي، كنت فرمها ناعم للفرخة. ومعانا حلة على النار وفيها قطعة زبدة، واحط عليها معلقة زيت. هنا كانت الحلة سخنت، اهديها شوية بشوية زيت، وانزل بالبصل تتشوح بسيط خالص، مش هسيبها تاخد لون. وانزل عليها بالبسلة من الفريزر، الحاجة اللي بتتفرز بتطلع على النار عشان ما تفرق، ما تنزلش مية، ولونها بيختلف والطعم بيختلف. دي احلى طريقة للتفريز، تطلع على النار على طول. لفيتها شوية قلبتها شوية بالبصل، ونزلت عليها بمعلقة هريسة. هسيبها تفك شوية، لونها هيبقى كأنها فريش بالظبط. فرمت طماطم، وانزل عليها بس سايباها شوية تتشوح، واحط عليها التوابل بتاعتها. حطيت ملح وفلفل وكمون وبابريكا، ووطي عليها. وبعد كده احط عليها الطماطم. هي التوابل دي حسب الرغبة وبرضو مستمرة في التقليب مع التوابل. وبوطي عليها شوية واسيبها تهدى لحد ما تفك. والفراخ كانت متوطية عليها، وكده زودت الطماطم. هركنها على العين التانية، وهبدأ في اللي بعده. جبت حلة ومكعب زبدة ومعلقتين زيت وشوية شعرية. معلش بتخانق مع الحلة بس. حطيت شوية شعرية، وهغسل شوية رز. انا بحب كمية الشعرية بتبقى اكتر من الرز، بيبقى طعمه احلى. وكنت طلعت مانجا في العلبة اللي هناك ديت، افكها اعمل لهم عصير.
غسلت الرز وموطيه على البسله وموطيه على الفرخه كده. كنت خلاص خلصت. وكده اشوح الرز مع الشعريه وازود عليه الملح وشويه ميه سخنين. وكده خلصنا الرز، نبدأ في اللي بعده. اليوم بادئ معانا من بدري جدا. تحضيرات هدوم المدرسة، كنا في المدرسة من بدري بجيب باقي طلباتهم، فصحيين من بدري وقلت اعمل الغدا بدري بدري. كل سنة وانتم طيبين. بحب اشكر كل اصدقائي وحبايبي واخواتي اللي بعتولي على الانستا وقالوا لي على افكار كتير جدا تشاركني في الفيديوهات اللي جايه ان شاء الله. وكده كانت الفرخه خلصت، طلعتها تبرد شويه، ومعايا معلقتين صلصه ومعلقه زيت فلفل اسود. هدهنها واحطها في تحت الشوايه تاخد لون بسيط. وكده الاكل يعتبر كله، يعني قفلت على الشوربه والبسله موطيه عليها والرز موطيه عليه. وبكده اكون ايه اخلص الفرخه وادخل في اللي بعده. دهنتها كلها بالصلصه، تقعد تحت الشوايه 10 دقايق ولا حاجه. قلبت الرز بعد ما اتشرب وغطيت عليه خالص. والبسله خلاص برضو موطيه عليها. وهزود بطاطسايتين صغيرين كده للبسله. وممكن اللي حابب يزود بطاطس يزود، من اللي مش حابب براحته. بس دي انا ابني الصغير بيحب البطاطس مع البسله. قولي له كل سنه وانت طيب عشان عيد ميلاده. كل سنه وانت طيب يا موزه. قطعتها مكعبات صغيره، بس زودتها على البسله هتاخد غلوه بيها واطفي على طول. البطاطس ما بتاخدش سوا اصلا. ومعايا ملوخيه اقطفها وراسين توم برضو اقشرهم. يا ريت الحركه تكون سريعه في الحياه زي الفيديو كده، كانت حياتنا خلصت على طول. واغسل الملوخيه، ما اغسلهاش في المصفى لان الطينه بتاعتها بتبقى ما بتنزلش بسهوله من المصفى. في طبق واشيلها كذا مره، اغسلها مره واتنين واربعه كده ورا بعض واصفيها. واحلى ملوخيه تتاكل لما تتخرط، لكن مشروع الخلاط والكبه والكيس والحاجات دي لا، كل ده جربته ما منفعش. هي احلى ملوخيه بتكون بالمخرطه. بس غسلتها مره واتنين واصفيها واسيبها تتنشف شويه. اخر شطفه معانا واديها البنوتي حبيبتي بقى ايه هي اللي تخرطها لي. اكون انا خلصت برضو اي حاجه ورايا. كده هي كانت خرطتها بمساعدتها طبعا معايا. وكده كنت جبت الحله وزودت وحطيت شويه شوربه وكزبره ناشفه وفلفل اسود وملح وسن الكمون وتوم ني. الشوربه بس تبدا تغلي معايا وانزل الملوخيه على طول وسن الكربوناتو. هضربها بالمضرب تفك بس كده قبل ما تغلي، اكون شايلها من على النار عشان لونها ما يتغيرش معايا. الملوخيه الحاجه الوحيده اللي مش بتتحب تتغلي كذا مره. والفوران اللي فوق دوت اشيله بالكبش عادي. وكده خلصتها وابدا احمر التوم. مفيش اسهل من الملوخيه. وجبت طاسه وفيها مكعب زبده احط عليها التوم معلقه صغيره واشوح فيها سنه سكر صغيره، دي بتكرمل معايا التوم، بتدي طعم حلو جدا في الملوخيه. وكزبره ناشفه بس هي اللي بتخليها صفرة ولونها جميل جدا. بس ودي الطشه وشموا الريحه بقى. وطواجن الملوخيه. وكون كده خلصت. وبكده الشكل النهائي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.